عدوية ما غناش يا بنت السلطان، والبنت ما كانتش كويتية، والأمير ما كانش مجرد أمير، ومش هو اللي اعتدى على عدوية، والقضاء رفض القضية. الوجه الآخر لحكاية عدوية وعلاقته بمافيا المخدرات، أسرار خبتها الصحافة في مصر وكشفتها الصحافة الكويتية عن علاقة عدوية بأخطر مافيا مخدرات في الوطن العربي وسبب إعدام الأمير الضال. الحكاية اللي الكل يعرفها عن مطرب الأغنية الشعبية أحمد عدوية، وهو إنه تعرض لعملية إخصاء بسبب مغازلته لبنت كويتية غنى لها يا بنت السلطان، واللي قضت معاه ومع أمير كويتي سهرة خاصة، وإن الأمير الكويتي عامل كده في عدوية بعد ما خدروا. ولحد هنا تزيد التفاصيل أو تقل، لكننا عمرنا ما عرفنا إيه الحقيقة وفين الأمير ده دلوقتي ومن هي البنت سبب الجريمة. الحكاية هنعرفها لأول مرة من الجانب الآخر على لسان الصحافة الخليجية. تابعونا لنهاية الفيديو. في سنة 89 في أول السنة كان في أمير كويتي متمرد حسب وصف كتير من أهل الكويت، وهو من أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت واللي كتير من أفرادها متبريين من أفعاله. الأمير ده كان متعود يزور مصر دايما ويسهر ويتبسط، وفي يوم حصلت معاه قصة اتهموه فيها بالاعتداء على أحمد عدوية، والتحقيقات اللي اتنشرت في الصحف والجرايد المصرية في التوقيت ده وكلام شهود من الفندق إن عدوية كان في فندق الماريوت بيحيي حفلة خاصة حضرها الشيخ طلال، وكان في بنت اسمها هند شهيد على علاقة بعدوية والشيخ طلال، بس محدش متأكد هل البنت في الأصل صديقة العدوية ولا الطلال، خاصة إن هند كانت من أكبر المعجبات بعدوية وبتحضر تقريبا كل حفلاته. في الليلة دي هند بلغت عدوية إنها قاعدة مع الشيخ طلال في فندق الماريوت، وعدوية قال لها أنا عندي حفلة في فندق شيراتون هخلصها واجيلك عشان يتعرف عليهم ويقعد معاهم. وفعلا راح عدوية حفلته في شيراتون، وبعدها راح لهم وقعد في جناح الأمير، وكان موجود الأمير طلال وعدوية ومدير أعماله ومعاهم هند شهيد اللي عرفتهم على بعض. وطبعا السهرة كانت زي الفل. طب إيه اللي حصل؟ طلع الصبح وعدوية ما روحش بيته وولاده قلب الدنيا عليه، والغريب إن ولاد عدوية كانوا عارفين هند شهيد، مع إن حسب كلام الصحافة هند كانت صاحبة طلال وعدوية ما يعرفهاش ومحدش كان يعرف بوجودها، لكن ولاد عدوية كلموها وهي اللي دلتهم على غرفة عدوية في الماريوت، وهناك لقوا عدوية مرمي على ظهره في حالة صعبة وبيطلع رغاوي بيضة من بقه، وقالوا انه حصل له عملية اقصاء. وهند كانت هي اللي بلغت إدارة الفندق عن الأمير الكويتي انه تاجر مخدرات وادت لهم شنطته اللي كان فيها المخدرات، لكنها ما قالتش اي حاجة عن واقعة الاعتداء. الكلام اللي اتقال وقتها كان كتير جدا، في ناس قالت ان الأمير هو اللي عمل كده وان عدوية تعاطى هيروين صافي واللي اجبره على كده هو طلال، وانه هو اللي اعتدى على عدوية بالشكل الفظيع ده. والغريب ان الشيخ ما هربش وكان موجود في الفندق عادي جدا وقت اكتشاف حالة عدوية، ومحدش رفع عليه قضية ولا قدم فيه بلاغ وقتها. وقبل ما يطلع الشيخ من الفندق ادى لمرات عدوية ساعة عدوية ومحفظته وكل متعلقاته الشخصية، وقال لها عشان محدش يدخل الأوضة من ورايا وياخدهم ويتهموني أنا. الشيخ ما كانش خايف أبدا وكان موجود في الفندق وسط الناس عادي جدا. وفي ناس تانية قالت نفس كلام الصحافة وقتها، حكاية عدوية وإنه غازل بنت كويتية وغنى لها يا بنت السلطان، والأمير الكويتي غار عليها واتضايق منه وأفقد رجولته ودخل عدوية في غيبوبة وقعد يتعالج 6 شهور عامل فيهم أكتر من عملية تجميل. ولما فاق وبدأ يتكلم سألوه هل الشيخ هو اللي عمل فيك كده عشان ينتقم منك بعد ما غزلت البنت اللي كان سهران معاها؟ المفاجأة إن عدوية قال لا ما حصلش، مش هو اللي عمل فيا كده، وبعدين هو معقول واحد يعمل فيا كده عشان بس غزلت بنت؟ ما كل المطربين بيجاملوا بنات من جمهورهم. لكن التحقيقات قالت إن عدوية غازل هند، فالشيخ اتعصب وطلب من هند تبعت لعدوية تجيبه الفندق علشان ينتقم منه. وتروح السنين وتيجي السنين وتفوت الأيام ويجي توقيت معين يتمسك فيه الشيخ طلال، لأنهم مسكوا كمية مخدرات مع واحد سوري، وبالتحقيق معاه قال إنه جاب المخدرات دي من الشيخ طلال، وبسبب اعترافات السوري تم القبض على الشيخ. وهنا الشيخ اعترف وقال إن فعلا المخدرات بتاعته وخد حكم 7 سنين سجن. ولما اتمسك طلال اتجرأ أخيرا أحمد عدوية ورفع قضية ضده بيتهموا فيه بالاعتداء عليه، رغم إن طلال كان فعلا في قبضة الحكومة، لكن القضاء رفع دعوى عدوية ومحدش اتدخل، والكويت رفضت أي وساطة لتدخل لتخفيف الحكم، وقضى فعلا 7 سنين في السجن
في مصر. وبعد ما خرج من السجن فضلت الصحافة تهاجمه بتهمة الاعتداء على العدوية، ورجع الكويت في 2006 وهناك اتحكم عليه بالإعدام بتهمة الإتجار في المخدرات وزعامة تشكيل عصابي. دايما الحق بيرجع ولو طال الزمن. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.